مرحبا بكم اليوم الناس الكل في راديو بلي سي ام. بطبيعة قبل ما نبداو ما تنساوش تعملوا لايك الفيديو، تشتركوا بالقناة باش توصلكم اخبار تونس لحظة بلحظة. يشهد المشهد التونسي تصعيدا غير مسبوق في العلاقات بين السلطة والاتحاد العام التونسي للشغل بعد ايام من الاضراب الذي نفذته نقابات النقل وادى الى شلل شبه كامل في حركة التنقل داخل البلاد. هذا التحرك النقابي اثار ردود فعل غاضبة من انصار الرئيس قيس سعيد الذين خرجوا في احتجاجات أمام مقر الاتحاد مطالبين بحله أو تعليق نشاطه. الاتحاد بدوره اعتبر أن ما يحدث استهداف مباشر له ولوح بالتصعيد، حيث أعلن المتحدث باسمه سامي الطاهري أن المنظمة النقابية قد تتجه إلى إضراب عام وطني إذ تواصلت الهجمات ضده، متماسكا بفتح مفاوضات جديدة لتحسين أوضاع العمال. الأمين العام نور الدين الطبوبي شدد من جانبه على أن الاتحاد لا يرفض المحاسبة، داعيا كل من يملك ملفات أو شبهات فساد ضد النقابيين عليه اللجوء للقضاء، باعتبار الجهة الوحيدة المخولة للفصل في هذه القضايا، نافيا أن يكون الاتحاد فوق القانون. وفي المقابل جدد رئيس الجمهورية قيس سعيد موقفه الحازم، مؤكدا أن الدولة ماضية في مسارها دون تراجع، وأن القوانين والمؤسسات هي الفيصل في مواجهة ما وصفه بمحاولات الالتفاف على إرادة الشعب. وأضاف أن تونس تعيش لحظة تاريخية فارقة تفرض التمييز بين من يدافع عن مطالب الشعب المشروعة في الشغل والحرية والكرامة الوطنية وبين من يقف في الجهة المقابلة. كما شدد سعيد على أن المحاسبة ليست تصفية حسابات بل الالتزام بإرجاع حقوق التونسيين، رافضا أي محاولة لتحل جهة مكان الدولة أو لتمارس نفوذ خارج القانون. وأكد في هذا السياق على ضرورة إعادة هيكلة مؤسسات الدولة وتغيير كل مسؤول يثبت إخلاله بواجباته، معتبرا أن الكفاءات الشابة العاطلة عن العمل قد تفتقر إلى الخبرة لكنها تملك وطنية قادرة على الإسهام في معركة التحرير الوطني. وبين شد وجذب بين الاتحاد والسلطة، يبقى الشارع التونسي في حالة ترقب لما ستؤول إليه هذه الأزمة التي قد تفتح على جولات جديدة من التصعيد الاجتماعي والسياسي. إن شاء الله نكون ما طولتش عليكم، الكلمة الأخيرة عندكم أنتم، ما تنسوش تعطوني رأيكم، وهكا نكون وصلنا إلى نهاية الموضوع.